لو جيت تدوس فرامل لقيت البدال سبونشي تحت رجلك، يعني بتدوس فرامل لقيت البدال بيسرح ومفيش فرامل، او لازم تدوس فرامل جامد او امرجنسي بريك عشان العربيه تقف، معنى كده ان انت عندك خلل في دوره الفرامل، سواء كان العيب في زيت الفرامل عدى عليه مده زمنيه كتيره، متوسط عمر زيت الفرامل او البريك فلويد من 2 ل3 سنين، او كل 60,000 كيلو او كل 100,000 كيلو، او في هواء في دايره الفرامل. فتأكد من فترة للتانية انك تعمل سيرفيس تشيك لدايرة الفرامل، تعمل بليد للسيركت بتاع البريكنج، ما يبقاش في اي اير بوكيت، تغير زيت الفرامل عند الانترفال المناسبة، تغير النوعية المناسبة لزيت الفرامل لان في منه انواع كتيرة، سواء كانت دوت 3 دوت 4 دوت 5 دوت 5.1. تتأكد انك ما تخلطش نوعين زيت فرامل على بعض، تتأكد ان كل خراطيم الفرامل سليمة وكل مواسير الفرامل سليمة. لو عايز تعرف اكتر عن انواع زيت الفرامل اكتب لنا في الكومنتات، بعت لنا رسالة على الصفحة، وتأكد انك متابعنا.